بما اننا اتكلمنا عن كل حاجة ازاي نشتريها صح، سواء بقى هدوم سواء شوزات، فالنهاردة هنتكلم عن الاكسسوارات. نتكلم عن ازاي نشتريها صح، ايه الفرق ما بين الاكسسوارات زمان والاكسسوارات دلوقتي، وازاي نعمل كوليكشن ظريف لطيف كده بما اني بشتغل فيهم. فيلا بينا نبدأ. هاي جايز واتساب، انا بصنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح، ازاي نلبس لو احنا بتيت، ازاي نعرف الستايل بتاعنا، عن هدوم المستعمله، عن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. زمان كانت اغلب الاكسسوارات بتكون مصنوعه من حاجه اسمها توتيا، فدي كان عمرها قصير جدا وكان اسمها الدارج عموما بالنسبه لنا، يعني كاشخاص عاديه بتستهلك اكسسوارات فالصو، وكان عمرها قصير جدا وكانت بتصدي وكانت بتعمل الوان في ايدينا خضار والحاجات دي. لكن دلوقتي الوضع اختلف نسبيا، بقت اغلب الاكسسوارات اللي منتشره في السوق او الحاجات اللي بنشتريها دلوقتي بقت دهب صيني، لا اما نحاس مطلي فضه او نحاس مطلي دهب. دي بيبقى عمرها طويل جدا وبنقدر ان احنا نصلحها حتى لو حصل لها اي تلف او حصل لها اي حاجه، لانها في الاول وفي الاخر معدن، فبنقدر ان احنا نصلحها بسهوله زيها زي الفضه. قطع بيكون عمرها طويل كاستعمال يومي بقى، يعني انا عندي حاجات من ساعه ما بدات ان انا اشتغل في حوار صناعه الحلي، عندي حاجات بقالها سنه وسنه ونص وسنتين. كل ما بيحصل لهم حاجه بحاول ان انا اعمل لهم صيانه واوديهم يتلمعوا ويتظبطوا وكده. تشتروا بقى بالنسبه للذهب الصيني، ركزوا على انكم تشتروا الحاجه تكون غاليه شويه، يعني تجنبوا الحاجات اللي هي الشعبي اللي منتشره في الشارع، لان وقتها دي بتبقى مصنوعه من حاجات رديئه بردك، مش ذهب صيني اللي هو بكواليتي عاليه، فبالتالي بردك لونها بيغير بسرعه. بنفس الوقت الديزاينز بتاعتها بتكون شعبي وبتكون الذهبي بتاعها لونه مختلف، مش زي لون الذهب كده بيبقى لون محمر شويه. لكن الذهب الصيني النضيف غالبا بتلاقوا فيه دمغه من جوه، ممكن تكون من حرفين بتختلف ساعات، شبهها شبه الفضه، وبيكون اللون بتاعه لون الذهب او لون الذهب الاصفر الفاتح، وساعات فيه منه بيبقى الروز بينك والحاجات ديت. فده بيبقى الكواليتي بتاعته اعلى، بيقعد وقت طويل جدا، يعني بحس ان عمره طويل بالنسبه لي انا كاستعماله، اللي هو ساعات بنام بيهم ساعات بستحمى بيهم مش عارفه ايه، فبيقعد من سنه سنه ونص مثلا. وتاني حاجه هي النحاس طبعا كماتيريال هو حلو جدا. الاول الناس كانت بتمشي بيه بلونه الطبيعي اللي هو رايح للاكسدي كده شويه ساعات، او بلونه الطبيعي عموما. لكن دلوقتي الدارج والمنتشر اكتر ان احنا بنتليه بالفضه او بنتليه بالذهب، فبرضك بيكون عمره طويل ولو حافظنا عليه بعيد. بس اهم حاجه عن الكحول والبرفان مش الماء، لان الماء مش بتعمل له حاجه قوي غالبا، عادي يعني بتمسحي الماء من عليه مش بيحصل لها حاجه، فعمره طويل برضك. ولو حصل له حاجه تقدري انت تعملي له صيانه بسهوله، بتوديه برضك اي ورشه او اي مكان يلمعه ويتليه وبيرجع جديد زي ما كان عادي، لان برضك خامه معدنيه زيها زي الفضه. بقى نعمل كولكشن ظريف لطيف كده، دي شويه تيبس كده تمشي عليها وانتي بتشتري عشان تعملي كولكشن ظريف. اول حاجه ان احنا نخلي الكولكشن بتاعنا او المجموعه بتاعتها فيها معنى، يعني نخليها تكون ليها علاقه بحاجه مثلا بنحبها، حاجه بتوصف حاجه بنحبها، بتفكرنا بحاجه. كل ده هيخلي القطعه بالنسبه لنا مميزه وهيخلينا نحافظ عليها اكتر. تاني حاجه انك تحطي فيها شيء من ستايلك او حاجه انتي بتحبيها، زي مثلا انا مثلا عن نفسي لما باجي بشتري حاجات فيها فراشات، فيها دباديب، فيها مش عارفه وردات، حاجات ملونه، حاجات تعبر عن الجزء الجيرلي اللي انا بحب اضيفه للستايل بتاعي، بحس ان هي حلوه. يعني اللي انا لابساه حاليا دوت ده كده مش عارفه هيبان ولا لا، بس هو فيه فراشه، طبعا الفراشه الحمراء دي مفضله بالنسبه لي لما ببقى لابسه حاجه غامقه. برضو عندي سلسله تانية فيها وردات، كل الحاجات دي بحبها جدا وبتعبر عن الستايل بتاعي. واخر حاجه ان انت تخلي الموضوع بيرسونال قوي، انت زي حالتي كده وثقتك في نفسك واصله حد السما، تقدري تشتري حاجه بقى عليها اسمك بقى، حلق مثلا، سلسله فيها حرفك، كل الحاجات دي انا عندي منها. يعني انا اول ما بدات خالص اتعلم صناعه حليه، اول حاجه عملتها ليا كانت سلسله باسمي، وبعد كده كنت عامله حلق كده فيه اسم بوسي، وعندي بردك سلسله فيها حروف بوسي متوزعه، وعندي سلسله تانية فيها حرفي. فبحب الموضوع ده قوي، بحس ان هو اضافه بردك للكوليكشن بتاعي. قبل كده بردك كنت عامله لعميله سلسله كان عليها اسمها من هنا وحرفها من الناحيه التانية، فالموضوع بيبقى حلو قوي، الحاجه بتبقى حاجه خاصه بالشخص نفسه قوي. يعني دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه مبنيه في العيله دي، بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم علشان القناه تكبر بسرعه، واي فيديو يقابلكم تعملوا لايك او حتى تفتحوه، الحاجات دي بتفيد القناه جدا. تاني حاجه انك تضيفي قطع مينيمال او تخلي الكوليكشن بتاعك او المجموعه بتاعتك فيها قطع مينيمال او اغلبها مينيمال. وده ليه؟ علشان انا اول ما بدات خالص اشتغل في الاكسسوارات كنت بعمل الاكسسوارات اللي هي الحاجات الكبيره، العقاد الكبيره والكوليات اللي هي مايله للستايل بهو، الستايل اللي هو
الحاجات اللي هي مايله لحاجات ذهب والحاجات ديت، هنزل لكم صور للحاجات دي برضك. الحاجات ديت كنت ساعات بلبسها على الحاجات الساده، وكنت بحس ان هي حلوه، كنت شايفه ان هي حلوه. لكن الحاجات دي ما كانتش مينيمال، ويجي عليها وقت وبطلت، او ما بقاش حد بيلبسها دلوقتي الا ناس معينه لو ده ستايلهم يعني. فالحاجات المينيمال مش بيحصل معاه كده. المينيمال بيديني امكانيه ان انا اعمل ميكس اند ماتش بسهوله، بيبقى حاجات ساده وبسيطه تقدر ان هي تندمج مع حاجات تانية، وعمرها بيبقى طويل مش بتبطل. يعني عمرنا ما هنصحى في يوم نلاقي مثلا السلسله الساده بطلت مثلا. وفي نفس الوقت بقى لما بتلبسيها كتير محدش بياخد باله ان انت لبستيها اكتر من مره او دمجتيها باكتر من طريقه، عكس العقد بيبقى باين ان هو ده العقد اللي موجود عندي. فالحاجات دي بتبقى مايله ان هي كمان دلوقتي تبقى ستيتمنت اكتر غير الحاجات المينيمال. فخليكي دايما في الحاجات المينيمال برضه بتبقى لطيفه جدا. حاجه بقى الكميه، بعد ما جبنا حاجات بكواليتي عاليه وحاجات تعيش معانا، نزود بقى في الكميه. كل فتره نجيب حبه كده، مش حبه يعني، نجيب قطع يعني ونزودها على الكوليكشن بتاعنا عشان يبقى عندنا كميه، فنقدر نعمل ميكس اند ماتش بسهوله. يعني انا بقالي سنتين بجمع في الحاجات اللي عندي. طبعا انا مش بجمع، انا كل ما بشتري حاجات للشغل بجيب ليا معاهم او باخد منها يعني. ولكن انا برضك مش بشتري على طول الصراحه، ومش باخد من الحاجات بتاعتي على طول، باخد بس الحاجات اللي انا بحبها. فكل فتره برضك بزود حاجه بسيطه، او اغلب الوقت صراحه بيبقى في الصيف عشان انا بهتم قوي بحوار الاكسسوارات في الصيف، بحسها بتفرق مع الهدوم غير في الشتاء مش قوي. فبضيف كل صيف برضك حاجات معينه على الحاجات اللي عندي قبل كده. رابع نقطه معانا والاخيره، وهي تip شويه اكتر منها نقطه، يعني انك تجيبي الحاجه يكون المقاس بتاعها متغير. يعني انا لما اشتري حاجه السايز بتاعها متغير، مثلا سواء سلسله اقدر اغير في طولها هنا هنا هنا، بيبقى اسهل في ان انا اعمل لها ميكس اند ماتش. لو برضك جايبه خاتم، ما تجيبوش اللي هو يتلبس مثلا في الصباع ده مثلا بس، او في الصباع ده. ليه؟ علشان تقدري تبدلي ما بينهم بسهوله، تقدري تلبسيه هنا تلبسيه هنا تدمجيه مع حاجه تانية، فيبقى الاماكن اللي اقدر البسها فيه متنوعه، مش جايباه لحاجه واحده بس. يعني انا عندي دبله لسه شارياها، او هو خاتم يعتبر مرسوم، هو مش جاي معايا غير هنا، باجي البسه في الخواتم دي بيبقى واسع، فده بيخليني ان انا مرتبطه ان انا البسه هنا بس على طول، ما بقدرش انوع. فدي نقطه مهمه قوي ركزي فيها وانتي بتجمعي الكوليكشن بتاعك. لو انت شخص ما عندوش بقى كوليكشن اصلا، او ما عندوش اي حاجه وعايز يبدا من الاول، ايه اللي تبداي بيه؟ حاجه تبداي بيها هي قطعه بيزك من كل حاجه. يعني حاجات زي اللي هنزلها لكم دي، الصور اللي هنزلها لكم دي، مثلا السلسله دي تقريبا اسمها ظهر التعبان، في بردك السلسله المضفره دي، في الحاجات اللي هي بتبقى عريضه كده، وفي الحاجات اللي هي بتبقى مقربه لشكل الكارتير. فكل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، بتبقى اول طبقه في اللايرنج. بضيف عليها قطعه تانية، او ممكن بردك البسها لوحديها مش هتقول لا يعني. وبيكون في منها اساور برضو، وبيكون في منها حاليا خلاخيل. فدول حلوين قوي ان احنا نبدا بيهم كاول طبقه لايرنج، او نبدا بيهم كحاجه مبدئيه. وتاني حاجة انك تجيبي حاجة فيها بيرسونال زي ما قلنا، او فيها طبع شخصي، زي مثلا انت تجيبي حاجة فيها اسمك، تجيبي حاجة فيها حرفك، تجيبي حاجة فيها حاجة انت بتحبيها، السلاسل اللي هي بتبقى بسيطة مثلا فيها قلب، فيها مش عارفة ايه، فيها حاجات كده فراشة، لان دي بتبقى سهل ان احنا نعمل بيها ميكس اند ماتش، وبتدي شكل للحاجة الاولانية. وتالت حاجة هي السلاسل الرفيعة دي، بقى تركية بحبها كده، السلاسل الرفيعة قوي دي بتبقى حلوة، بتبقى كيوت وشكلها لطيف، وبالذات ان احنا ممكن نلبسها وننساها، فبتبقى بردك حلوة، بالذات لو حد بيلبس حاجته في البيت مثلا، او بيحب ساعات يلبس حاجات في البيت، فبتبقى حلوة وكيوت. وطبعا اقدر اعمل بيها طبقة تالتة تبقى من فوق مثلا، والعريضة او الاساسية في النص، والتانية مدلدلة كده، فبتبقى حاجات شكلها حلو وكيوت. وتقدري طبعا بالحاجه اللي تحبيها بالشكل اللي تحبيه، بس المهم ان هما التلاته يبقوا ايه ماشيين مع بعض كحاجه مبدئيه. حاجه في الخواتم، ابتدي ان انت تجيبي خواتم تكون رفيعه، زي مثلا دولت انا اللي عاملاهم من الكوليكشن بتاعي بتاع الصيف اللي فات. دول بقى انا بحب فيهم ان هم عمليين جدا ورفيعين، فعشان كده بنصحكم تجيبوا خواتم رفيعه وتبقى بتتلبس فوق بعض، عشان مثلا لو حبيتي تعملي لايرنج، حبيتي توزعيهم يبقوا حلوين، حبيتي تدمجيهم مع خواتم تانية. وفي نفس الوقت بقى اهم حاجة هم عمليين ومريحين، يعني مش بيضايقوا وانتي لابساهم كده. يعني الاحجام اللي زي دي كده بالذات ده كيوت قوي، ومش بيضايقني وانا مثلا بشتغل، لو بقطع حاجة او بشتغل بعمل حاجة او بتحرك عموما، فمش بيزاولوا خالص. وحلوين طبعا ان احنا نقدر نلبسهم على بعض مرة واحدة، نوزعهم في الايد لو مفيش غيرهم. وممكن بقى تضيفي بعد كده خاتم يكون فيه مثلا حجر بلون انتي بتحبيه، الموضوع ده بردك حلو قوي، او خاتم يكون فيه شكل انتي بتحبيه مثلا يكون باين شويه، بحيث ان احنا ندمج كله مع بعض ويدي كده شكل. خامس حاجه في الحلقان، ابتدي بردك بحاجات اساسيه زي الهوبس اللي زي دي كده، الحاجات اللي زي دي في منها احجام بقى صغيره وكبيره،
بتبقى حلوه وعمليه قوي، بتري مع كل حاجه. انا على طول بلبس الحلقه ده من ساعه ما جبته تقريبا، دي اكتر حاجه بلبسها. وممكن بقى لو عامله بريسنج زي حالاتي فابداي بقى بالحاجات اللي هي الالمازات والحاجات اللي هي الدوتس اللي هي الساده والحاجات دي، بتبقى حلوه قوي، وبنقدر ان احنا نعملها ميكس اند ماتش مع حاجات تانية. ولما نبقوا مثلا لابسين حاجات هنا بتبقى فوق بسيطه والحاجات دي. او الخيار التاني ان انت تجيبي سيتس على بعض. السيتس دي هتلاقيها منتشره على الانستجرام والحاجات دي دلوقتي، مثلا تبقى السيتس 6 حلقات مع بعض. بتنوعي بقى انت على حسب ما تحبي تلبسي بقى في ودانك، بيبقى اشكالهم متقاربه وكده، على ان هما مجموعه كده مع بعض، فالموضوع بيبقى ظريف قوي. ممكن مثلا تجيبي الحاجات البيزك وتجيبي سيت زي دي وتدمجي كله مع بعضه، او لو مش بتحبي الحاجات البيزك فهاتي 2 سيتس مثلا ويدمجي مع بعض براحتك بقى. اخيرا بقى اخر حاجه هتكلم فيها هي اني هكلمكم على البراند بتاع السخان. الصور اللي كانت في الفيديو دي من البراند بتاعي، في معظمها اغلبها انا اللي عاملاه. يعني انا بشتغل في صناعه الحلي من سنتين، من ساعه وانا في الكليه، وقبلها كنت بشتغل في الاكسسوارات. لحد الان الصراحه ما عملتش كوليكشن اللي هو قوي او كده، علشان انا مأجله الموضوع شويه حاليا. لكن لو حابين ان انتوا تدعموني يعني هكون ممنونه جدا ان انتوا تعملوا لايك وشير لاصحابكم. هسيب لكم اللينكات بتاعه البيج بتاعه الانستجرام بتاعتي وبتاعه الفيس بتاعتي في الديسكريبشن بوكس تحت. هكون ممنونه طبعا لو دعمتوني. اكيد اكتر مكان هرشح لكم ان انتوا تشتروا منه اكيد يعني البراند بتاعي، مفيش حاجه تانية يعني. فلو حابين ان انتوا تشتروا من عندي اي حاجه، انا جايبه لكم كود خصم النهارده. الكود دوت هيديكم خصم 10% على اي اوردر تطلبوه. لاي حد شاف الفيديو على اليوتيوب ان انتوا تضيفوا الكود دوت وانتوا بتطلبوا، هو يوتيوب 10 هيديكوا خصم 10% على اي اوردر تطلبوه. لاي حد من متابعيني على اليوتيوب او اي حد بيشوف اليوتيوب او اي حد شاف الفيديو عموما، مبسوطه قوي لو دعمتوني وهكون ممتنه صراحه. وبس كده، ده الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. باي.